وأن ابتداء من يوم الأربعاء إلى غاية يوم الجمعة سيكون هناك ارتفاع في درجة الحرارة مع موجة الحارة، إنما بالنسبة لدرجة الحرارة لن تكون يعني لاهبة إلى حدود 50، وإنما ستكون ما بين 42 إلى 47 أو 48 درجة. وستهم هذه الموجات الحرارية خصوصا داخل الأقاليم الجنوبية، المناطق الداخلية لسوس، كذلك جنوب شرق البلاد، وكذلك سهول تادلة، الحوزة، الرحام، تنسيفت، كذلك حتى هذه المناطق كلها. والسبب ديالها وهو نتيجة لنشاط المنخفض الحراري الصحراوي وامتداده نحو جنوب البلاد، مما يؤدي إلى صعود كتل هوائية حارة وجافة اللي هي قادمة من الصحراء الكبرى وستنتقل نحو وسط البلاد، المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية. سيكون تقريبا ارتفاع في معدل 5 إلى 12 درجة فوق المعدل، وهذه الظاهرة معروفة عندنا هي ظاهرة الشلي. هذا وعرفنا أن خلال يعني تقريبا نهاية الأسبوع الماضي كان هناك على العموم درجة الحرارة يعني غير مرتفعة نتيجة لتأثير التيارات البحرية على المناطق الغربية، مما جعل درجة الحرارة تقريبا ليست مرتفعة جدا. إنما هذه الموجة الحارة اللي غادي نعرفوها تقريبا يوم الأربعاء غتمشي إلى غاية يوم الجمعة بحول الله، وسترجع درجة الحرارة تدريجيا إلى معدلاتها الموسمية، اللهم بعد المناطق الجنوبية الشرقية وداخل الأقاليم الجنوبية اللي غتبقى فيها درجة الحرارة مرتفعة. إذا المغرب بعيد عن موجة الحر اللاهبة، بعيد أيضا عن القبة الحرارية، كما أكد لنا حسين يعابد عن مديرية الأرصاد الجوية. شكرا لك سي حسين يعابد.